نحترم الخصم لكننا جاهزون لدور الإقصاء. الرسالة واضحة لهولندا. هكذا صرح وهبي وهو متحمس. نستمع ماذا يقول. فعلا هذه مباراة كبيرة، ولكن يجب أن يكون هناك حافز ونفس الهدف نفس الطموح كذلك مهما كان الخصم. نحن نعرف الآن بأن هذه مباراة ذو إقصاء مباشر، ومهما كان الخصم الذي يأتي أمامنا ليس فقط لأنه هولندا، لو كان أي خصم آخر لكنا ندرك تماما بأننا يجب أن نواصل العمل رغم أننا سعيدون بما قدمناه حتى الآن، ولكن في كل مرة يجب أن ننمو في هذه البطولة. وإذا ما بدأنا وانطلقنا بهذه العقلية بالتطور في كل مباراة سنواصل طويلا في هذه البطولة، وهذا هو هدفنا. سنواجه خصما قويا وجيد نعرف مهاراته تماما وهو يعرفنا أيضا ويعرف نقاط قوتنا. يجب أن نكون ممتازين على أرضية الميدان ولدينا ثقة في لاعبنا. لا يوجد ضغط. نحن نتحدث عن فريق لعب نصف نهائي كأس العالم في النسخة الماضية، ولاعبين ناضجين وشعب شغوف بفريقه ولديه ثقة في فريقه. نحن دائما ما قلنا أن ما نريده هو أفضل مستوى ممكن دون أن نخشى أحد، وفي بلوغ هذه المرحلة لن نخاف أمام أي خصم. سنحترم الخصم ونعرف أنها مباراة كبيرة جدا وأنه خصم من عيار ثقيل، ولكن نعرف كذلك بأنه لا يوجد منتخب لا يهزم، لذا سندخل هذه المباراة بهذه العقلية. بعد هذا التصريح الناري أكيد وهبي سوف يدخل في هذه المباراة المنتظرة بكل ثقله، وكأنها نهائي قبل أوانه. إنها فرصة الفوز أو الخروج من المونديال، لا مجال للتهاون والأخطاء، خصوصا أن هولندا لا ترحم وستلعب من أجل الانتصار بطبيعة الحال. تريد أن تحافظ على مكانتها ولن ترضى بمنتخب إفريقي أن يهزمها. رونالد كومان مدرب هولندا بدوره قال: أولا، لا أعرف إن كنا الأفضل في مباراة المغرب، وثانيا نعرف ماذا يحدث إذا فزنا على المغرب. يجب علينا التحضير جيدا من أجل المغرب لأنه يمتلك فريقا جيدا بجودة لاعبيه ونتائجه الجيدة. وإذا قمنا بمقارنة المغرب وهولندا، الخبراء والمدربون حسب الاستطلاعات يرون أن المغرب أمام اختبار حقيقي في دور الإقصاء. مباراة هولندا يتوقع أن تكون من أقوى المباريات بالنظر إلى المستوى الذي قدمه المنتخبان في دور المجموعات، ورغم أن بعض المحللين يمنحون بعض الأفضلية للمنتخب الهولندي، لكن الجميع أجمع على أن هذه المباراة سوف تكون متكافئة، فكلاهما يحاول الاستحواذ ويلعب بالضغط العالي. وقد سبق للمغرب أن أثبت في السابق أنه قادر على إسقاط وتجاوز كبار المنتخبات، فالفوز على هولندا ممكن إذا حافظ اللاعبون على الروح القتالية والانضباط التكتيكي وتجنب الأخطاء الدفاعية والتركيز الذهني أمام فرص تسجيل الأهداف. وفي آخر المستجدات فازت كندا على جنوب إفريقيا، وسوف تقابل الفائز من مباراة المغرب وهولندا.